السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، النهاردة هناخد مع بعض الدرس الخامس في الوحدة الثالثة، وهو درس المعالم التاريخية في مصر. أول حاجة خلينا نتكلم عن المعالم التاريخية اللي موجودة في مصر. تهتم معظم دول العالم بدراسة التاريخ المصري القديم، لأن الحضارة المصرية من أعظم الحضارات اللي موجودة في التاريخ، زي ما هو موضح عندنا بالصورة أو في الصور، إن الحضارة المصرية من أعظم الحضارات اللي موجودة. طيب يعني إيه كلمة المعلم التاريخي؟ هو مكان أو مبنى قديم في الماضي وله قيمة تاريخية كبيرة وثقافية، وما زال موجود حتى يومنا هذا. زي مثلا لو جينا اتكلمنا عن جامع الأزهر الشريف اللي موجود في محافظة القاهرة، يعد من أهم المساجد وأشهرها في العالم الإسلامي، مسجد الأزهر الشريف. ولو جينا مثلا اتكلمنا عن معبد الكرنك اللي موجود في طيبة، وطيبة حاليا اللي هي مدينة الأقصر، برضو تعد من أعظم المعالم التاريخية في مصر القديمة، لأنها من أيام المصريون القدماء. وكمان هرم زوسر المدرج اللي موجود في سقارة في محافظة الجيزة، وهو أول هرم تم بناؤه أو أول بناء حجري ضخم في التاريخ، بيتكون من 6 مصاطب مدرجة، علشان كده بنقول إن هو أول بناء حجري ضخم. وكمان دير سانت كاترين موجود في محافظة جنوب سيناء، وده برضو من أقدم الأديرة اللي موجودة في العالم. طيب يا مس، المعالم التاريخية والأثرية اللي احنا شفناها دي مهمة في ايه؟ أولا هي بتعلمنا تاريخ أجدادنا وبتشهد على إنجازاتهم، وكمان بتوفر لنا وظائف للمصريين من خلال ان هم بيشتغلوا في السياحة، فبيقدروا ان هم يلاقوا عمل، يعني بتوفر فرص عمل للشباب. وبتشعرنا بالانتماء إلى وطننا العظيم مصر، إن هي بتخلينا فخورين أمام كل دول العالم إن إحنا عندنا حضارة تاريخية زي اللي موجودة عندنا دلوقتي. طيب إحنا بقى المفروض إن إحنا نحافظ على معالمنا التاريخية دي إزاي؟ عن طريق الحفاظ على نظافتها واتباع تعليمات الأمن وعدم لمس الآثار حيث يؤدي إلى إن هي ممكن تتضر، وعدم الكتابة عليها. لو احنا زرناها ما نكتبش عليها، ما نشخبطش عليها، وده بيؤدي إلى تلفها، إن هي ممكن تتلف وتبوظ مننا. وكمان لازم نعامل السياح معاملة حسنة بأدب وبابتسامة، ونرحب بيهم في بلدنا. وكمان ما ينفعش ان احنا نلوث اي منطقة اثرية نروحها بالمأكولات والمشروبات، يعني مثلا ما ينفعش بعد ما نشرب اي حاجة نقوم رامينها، او بعد ما ناكل اي حاجة نقوم رامين فضلاتها في المناطق الاثرية او السياحية بتاعتنا، لان ده مش منظر حضاري قدام السياح اللي بيجوا يتفرجوا على بلادنا. طيب، بما تفسر الحفاظ على المعالم التاريخية واجب على كل مصري؟ ليه لازم ان احنا نحافظ على المعالم التاريخية؟ لانها بتعكس هويتنا وتزيد من مكانة مصر على مستوى العالم. كل ما بنحافظ على المعالم التاريخية بتاعتنا، كل ما السياح لما يجوا يتفرجوا يقولوا ده الاماكن التاريخية المصرية نظيفة وكمان مرتبة، وكمان المصريين بيحافظوا عليها، فدي بتعكس هويتنا وبتزيد من مكانة مصر على مستوى العالم. وما ننساش ان احنا استخدمنا التكنولوجيا في عرض المعالم التاريخية، وده ممكن ان احنا نشوفه، يعني يمكن رؤية المعالم التاريخية دي حتى لو نزورها، فعلينا استخدام شبكة الانترنت. ممكن لو عملنا سيرش نقدر ان احنا نتفرج عليها. وكمان ممكن ان احنا نزور متحف الملك المصري القديم، وهو الملك توت عنخ آمون الملقب بالملك الذهبي، وده من احلى الأقنعة اللي موجودة من أيام الفراعنة يا سنة رابعة. زي ما انتم شايفين في الصورة، هو اسمه الملك الذهبي لأن القناع بتاعه معمول من الذهب.
وده الملك توت عنخ آمون. بتمتاز كل دولة بعملها الذي بيعبر عنها، ولكل دولة معالم شهيرة زي مثلا الأهرامات اللي موجودة في مصر، وكمان برج إيفل اللي موجود في فرنسا، والمسجد الأقصى اللي موجود في فلسطين. يبقى من أشهر المعالم على مستوى العالم كله الأهرامات في مصر، وبرج إيفل في فرنسا، والمسجد الأقصى بفلسطين. وبكده يا سنة رابعة نكون خلصنا مع بعض الدرس النهاردة، وأشوفكم إن شاء الله الدرس القادم.